الصيف بيحب السلطات السريعة السهلة، وكتير مننا ما بيكونش ليه نفس ياكل أكلات دسمة، فبيبقى عايز حاجة سريعة وخفيفة. النهاردة هعمل لكم سلطة يونانية كلاسيكية اللي هتخليكم حتى لو مش بتحبوا السلطة هتحبوها بعدين. سلطة باردة وطعمها لذيذ جدا وخفيفة على القلب بالذات في الجو ده. مكوناتها سهلة جدا وكمان صحية وبسيطة في التحضير، وتقدروا تاكلوها في أي وقت. تابعوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا الوصفة كاملة، وما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك في القناة عشان تتابع كل جديد. هنبدأ الأول نجهز الدريسنج. هنجيب كوباية فاضية ونضيف عليها 2 معلقة من عصير الليمون، وهنحط 4 معالق زيت زيتون مونوليفا، وعشان نضيف نكهة جميلة هنضيف معلقة توم، وهنحط نص معلقة ملح. ممكن تستخدم نوع مناسب للدايت زي دكتور سولت أو هيمالايا. هنحط نص معلقة فلفل أسمر، ممكن تستخدم فلفل أبيض لو حابب، ومعلقة زعتر عرايشي محوج. وهنقلب المكونات دي كويس جدا لحد ما تختلط ببعض. بعد كده هنسيب الدريسنج على جنب، هقول لكم هنستخدمه ازاي وفي ايه خلال الفيديو. بعد كده هنجيب طبق واسع وغويط عشان نجهز السلطة. مكونات السلطة بقى: كوب خيار مقطع، وكوب فلفل اخضر او الوان اختار المناسب ليك، وكوبايه طماطم شيري او عاديه، ونص كوب زيتون كلاماتا. ممكن تعملوا ميكس بين الاخضر والاسود زي ما انا معامل، ممكن تستخدم نوع واحد بس. هنزل بالمكونات دي كلها في الطبق واحده واحده. ايوه كده، واحده واحده كده هنكون جهزنا كل حاجه. بعد كده هنجيب بصلايه مقطعه شرايح ومنقوعه في ميه وخل، هنكون مجهزينها من قبل ما نعمل الدريسنج. هننقعها في ميه والخل لمده نص ساعه على الاقل، وبعد كده هتصفي الميه اللي فيها قبل ما تحطها على السلطه، وهتنزل على الخليط اللي في الطبق. بعد كده هنجيب الدريسنج اللي احنا كنا شايلينه من شويه على جنب وقلت لكم هنستخدمه بعدين. هنحط نص الدريسنج ونسيب النص التاني على جنب، وهقول لكم برضه هنستخدمه في ايه بعدين. هنقلب كل المكونات بعد ما نحط الدريسنج، نقلبها كويس جدا عشان يختلطوا ببعض. نقلب كويس كده بقى كله تمام. استنى، احنا لسه ما خلصناش الوصفة. هتجيب طبق تاني اكبر عشان نقدم فيه ونحط اللمسة الاخيرة. هتجيب كابوتش مقطع، انا استخدمت البنفسجي للاسف عشان ما لقيتش الاخضر، انت ممكن تستخدم النوع المفضل ليك. نبدأ نرصه في الطبق كده واحدة واحدة. على فكرة الكابوتشي من اغنى الخضار اللي فيه فيتامينات ومعادن المفيدة جدا لجسمك، فمهم جدا في السلطة دي. بعد كده هنجيب خليط السلطة اللي جهزناه وننزل في الطبق واحدة واحدة. ننزل واحدة واحدة لحد ما نخلص الطبق كله. بعد كده هنجيب 150 جرام جبنة فيتا لايت، هنقطعها مكعبات، أنا كنت مجهزها من قبل ما أصور الفيديو. وهنبدأ نحطها في الطبق واحدة واحدة. أيوة بصوها كده زي ما انتوا شايفين، واحدة واحدة لحد ما نملى الطبق كله. دي بيبقى فيها حوالي 30 جرام بروتين. بعد كده ايه بقى؟ هنجيب نص الدريسنج اللي قلتلكم عليه ان احنا هنحتاجه في اخر الفيديو. هنحط الدريسنج، هنزل بالمكونات دي كلها في الطبق. بعدين هنجيب حبة البركة، انا بحب جدا حبة البركة على الاكل، بتدي كده طعم خاص. هنحط رشة كده من فوق. واخر حاجة هنقلب الوصفة كلها مع بعض. هنقلبها كويس جدا. بعد ما نقلبها نقدر نحطها في التلاجة لمدة ساعة على الاقل او زي ما تحبوا. شوفوا شكلها حلو ازاي، طعمها بجد روعة. وهي بحد ذاتها طبق متوازن جدا، مليان فيتامينات ونشويات ومعادن وبروتين ودهون صحية ومشبعة جدا جدا جدا. تقدروا تاخدوها معاكم الشغل أو لو طالع رحلة أو تستمتعوا بيها في البيت. يا ريت تعملوا لايك وتكتبوا لي تحت في الكومنت لو عايزين فيديو تاني وتالت لأفكار تانية، لأن عندي أفكار كتير جدا في الحاجات دي. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام. في فكرة حلوة قوي انك انت تحط السلطة في الكابوتشي بدل العيش، هيوفر معاك شوية سعرات. وسعرات الطبق كله حوالي 600 سعر حراري تقريبا. وألف هنا عليكم.